عطوة دي فكرة جميلة جدا. احنا بنعمل اكل مصري شرقي جميل، اكل بيتي، اكل معمول بحب. حبينا من خلال اللويالتي للاكل المصري ان احنا نعمل اكل بعيد شوية عن الجانك فود ونعمل اكل بيتي نضيف. احنا بنتميز بان احنا بنختار الريسيبي بتاعتنا كلها من مواد طبيعية. العيش عندنا لقمة عيش مختلفة بنعملها بطريقة مميزة جدا، تقدر تنوع اكلك سواء في العيش في طعمه او في الكواليتي بتاعته. كلمة السر في المكان ده بالنسبة لي بعد المشويات هي العيش. يعني انا جربت الكفتة والطرب والشيش في العيش الكبير، بجد التلاتة كانوا احلى من بعض، وكل ساندوتش فيهم معمول في لقمة مختلفة. حتى المينز بتاعتهم اللي هي بتبقى في العيش الصغير ده وجواها كبدة اسكندراني وسجق وفراخ بالجبنة، هتلاقي برضو كل ساندوتش فيهم معمول في اللقمة اللي تليق عليه وتزوده حلاوة فوق حلاوته. بس كمان اللي عجبني عندهم غير العيش والساندوتشات رغيف الحواوشي المقلوب هو والفراخ المسحب. الحواوشي طعمه كان حلو قوي، وكمان حركة الرغيف المقلوب دي مخليها مقرمش وجامد قوي قوي. اما الفراخ فهي ممكن تبان انها فراخ عادية، بس هي تتبيلتها فعلا مش عادية، واحلى حاجة فيها انها مخلية وما فيهاش اي عظم خالص اللي هو تاكلها على طول. هم مكانهم دلوقتي في سكوير وان ستريب اللي عند محور جمال عبد الناصر في اكتوبر، بس هم موجودين بكلاود كيتشن في التجمع، وتقدروا تطلبوهم من على الويب سايت او من على اي ابلكيشن طلبات. جربوهم لو عايزين شوية اكل ومشاوي معمولين بحب وعلى قديمه، واستنوا فيديوهات حلوة تانية كتير جاية مع كيمو.